السلام عليكم ومرحبا بكم الأخوات المشتركين القدم، نرحب بكم والجدد اللي أول مرة يدخلوا لقناتي نقول لهم ما تنساوش تفعلوا الجرس يعني ومرحبا بكم في قناتي وإن شاء الله تعجبكم. واليوم ندير معكم وصفة اللي هي كامل يعرفوها غرانتا بطاطا بالدجاج، يجي روعة روعة المذاق تاعو، يعني قد ما نشكر لكم قليل. يبغوه الكبار والصغار، وراني مجربتها انا من العائله تاعي كي نديرو يعني يتخاطفوا عليه كما يقول لك. وتنجمي ديريه كذلك يعني للضيوف تقدميه لي ما لا هو عندي كما راكم تشوفوا انا درتو متشبع بلا صوص. اللي ما تبغيش لا صوص بزاف ما تكثرش في المرق تاعها، يعني اطراف دجاج اللي تكون عندك كميه اللي كانت يعني قطعه او اثنين ديريهم في الكوكوط تاعك وديري يعني 2 ملاعق زيت او 3 وديريهم يتقلاو على نار هاديه. هنايا ضفت الملح، ما تكثريش الملح رانا رايحين نديرو ثاني في البطاطا. ديري نص مغرف صغيره، يعني دايما كميه الملح يعني الاخوات نوصيكم ما تكثروش، دايما حاولوا تنقصوا من الملح، ماشي في الاخير من بعد يجيك الاكل مالح وتروح لك قاع ديك الماكله ما كاش اللي ياكلها. كما راكي تشوفي هنايا ضفت شويه حرور وشويه قرفه وقليتهم مليح مع بعد ما تقلى البصل مليح وذاب. باش زدت هذا الخطوه زدت شويه كركم. نبغي دائما انا المرقه البيضاء تاعي دائما ندخل فيها الكركم. كما نعرفوا الكركم يعني من الاعشاب الصحيه ومليحه للصحه، فيها فوائد كثيره. ونقلي مليح هذوك المواد مع بعض. السر كامل في البنة هنايا كي تقلي الدجاج تاعك وتقلي البصل يعني مليح تجيك الماكلة بنين. وكي نشوف الدجاج تاعي تقلى مليح والبصل هذاك ذاب، اني نمرق هنايا ندير 4 كؤوس من الماء، الكاس اللي دايما نعبرو به في المطبخ. درت المقلة، درت البطاطا تاعي تنقلة، يعني قطعتها دوار دوار ودرتها تنقلة، والدجاج راه يطيب مع هذيك لاصوص. ونروحو نوجدو هنايا يعني الكريمه اللي نديروها فوق هذا الطبق. ديري كاس غير ربع حليب او نص كاس، وزدت نص كاس لا كريم فريش وحبه بيض. نخلط هذه المقادير مع بعض، ولا ما عندكش لا كريم فريش تقدري تعوضيها بالفرماج. نخلطوا هذا البيض والحليب ولا كريم فريش مع بعض، وبلا ما نزيدو الملح ولي زيبيس، يعني كل راه في المرق وما نكثروش بزاف على رواحنا. كما نعرفوا اذا كثرنا الحاجه كما يقول لك اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. هنايا جاتني هذيك الكريمه شويه خفيفه، بغيت نزيد لها شويه فرماج ونميكسيها. يعني هنايا درت انايا الحليب ولا كريم فريش وحبه بيض وزدت قطعه من الفرماج، ونخلط كامل هذاك المزيج حتى يولي كريمه ثقيله بهذا الشكل. والبطاطا تاعي راهي طيب، لاصوص هنا صاي وجدت. قبل ما نطفي عليها نزيد لها شويه معدنوس باش يعطينا ديك البنه الشابه تاعو. انا نبغي بزاف نرافق الاطباق تاعي بالمعدنوس. هنا ديك الكريمه ندير شويه في الطبق صحن الفرن، ندير من التحت ومن بعد نبدا نستف في البطاطا. اللي ما تبغيش دير البطاطا مقليه تقدر تفورها ولا تغليها ولا ديرها في الكوشه يعني ديرلها لي زيبيس وديرها شويه طيب وديرلها نص كاس ماء ولا طيب، ومن بعد باش تزيد لها هذه لاصوص. يعني عندك عده اختيارات ومقترحات، وكل ما طيبي في المطبخ ويعني وتمشي يدك تصيبي روحك تفني، وطيبي على حسب المقادير اللي عندك وتخرجي اطباق وتولي تبدعي. هنا يعني درت طبقه مليحه من البطاطا، انا يبغوها مقليه لكن اللي ما يفضلوهاش مقليه كما قلت لكم عندهم عده اقتراحات كيفاش يطيبوها.
خاصة لأصحاب الرجيم وكما نعرفوا الأصحاب الأمراض يعني يتفاداو المقلي. هذاك الدجاج تاعي أنا بعد ما نحيته من المرق فتتو كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، ونديرو طبقة ثانية فوق اللحم فوق البطاطا. كما راكم تشوفوا بهذه الكيفية نفرش كامل هذاك الدجاج، والقطع اللي نصيبهم كبار نزيد نديرهم في تاية رقاق، ونجيب المرق اللي وجدته اللي كان طايب فيه الدجاج. هنايا راني فتت في هذاك الدجاج اللي كان قطع كبيرة، ونزيد المرق. وإذا بغيتي المرق يجيك يعني كمية قليلة خليه يزيد ينشف. أنا هنا بغيت المرق بزاف، يعني حنا نبغو الكغاتان تجي متشرب بالمرق، يعني خليت تقريبا كأس ونصف، تقريبا 2 كؤوس. ونزيد طبقة من البطاطا. وما قلتلكش إذا بغيتي ديري في المرق تاعك يعني زيتون، شرائح زيتون مقطع، ولا بغيتي ديري ثاني في هذا الخطوة قبل ما تزيدي البطاطا ديري شرائح رقيقة من الفلفل الأخضر، كذلك يعطيله واحد البنة هايلة. كانت جارتي الله يذكرها على خير الصيفية ديرو بهذا الشكل ويجي بنين بنين. نزيد الرابي فوقو يعني الفرماج. بعد ما درت الكريمة زدت الفرماج ودخلته الفرن ساخن مدة يعني ربع ساعة ولا 20 دقيقة تصيبيه وجد. وهنا نقدموه في صحن التقديم، نقسمو جزء نوريلكم كيفاش جا من الداخل، يجي روعة روعة في المذاق. جربوه على ضمانتي مكاش اللي ما يعجبوش. ويوجد يعني في وقت زمني قياسي ما يديش معك الوقت بزاف وانتي توجدي فيه. شوفوا كيفاش جا والرائحة تاعو ما شاء الله. والمرق ثاني يجي بنين ويجي المرق تاعو هايل هايل. ونتلاقاو إن شاء الله عن قريب في وصفة جديدة، والسلام عليكم.